السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنئيني يا سعدة، هنئيني يا فاطمة. علامة يا أبي. مبارك يا شيخ محمد، ولكن على أي شيء. الحمد لله، اليوم اكتمل بناء المدرسة وسألقي الدروس فيها إن شاء الله بعد أسبوع. حقا يا أبي؟ إنه خبر يستحق التهنئة فعلا. ودي لو أحضر الدرس الأول يا أبي. وأنا أيضا. ولم لا؟ فلتدعو كل منكما صاحبتها وجيرانها أيضا. حقا يا أبي؟ حقا وصدقا. وسأخصص بابا للنساء أضع عليه ساترا يسترهن عن الرجال. إذن سأدعو كل صاحباتي، سأدعوهن جميعا. هل أعددتم الطعام؟ بالطبع. إني جوعان. تفضل. الحمد لله الحمد لله. أخي، يريدنا أن نذهب إليه في المغرب. نذهب إلى المغرب ويجتمع شملي مع أهلي وناسي. أرجوك وافق يا محمد، أرجوك. نعم يا أبي، فأنا أريد أن أتعرف على أخوالي. والمدرسة من سيعلم فيها؟ المعلمون كثيرون. والمسجد من سيرعاه؟ ناظر الوقف. لا أريد التسرع، لا. وأين هو التسرع؟ أنت هنا لا تسمع سوى الأخبار السيئة، اعتداءات الباطنية وصراع السلاطين وسقوط بلاد الشام في أيدي الفرنجة. لماذا تريد أن تبقى هنا أكثر من هذا؟ حقا لقد دعوت الله أن يباعد بيني وبين هذه البلاد، ولكن دون لكن يا محمد، دون لكن. فلنجرب، وإذا لم نسترح فلنعد. ومن يدري، لعلك تستطيع أن تقنع أمير المسلمين بالمجيء إلى المشرق ومواجهة الفرنجة في بلاد الشام كما واجههم في الأندلس. حسنا يا سعدة، أعد الطعام للضيف. لحظة واحدة.